يا صباح الفل، صباح الياسمين والسعادة والهنا على أحلى اخوات في الدنيا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على أشرف خلق الله يا بنات. النهاردة الفيديو أنا عاملاه حبا في رسول الله. حابة إن أنا أشارك يعني حبي، وكمان أشارك تشجيعكم إن احنا نعمل يوم كده في حب رسول الله، ونفضي نفسنا خالص ونستغفر ربنا كتير، ونصلي على الرسول كتير 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 كتير، عشان ربنا يبعت لنا حاجات حلوة في حياتنا ويرزقنا السعادة وراحة البال والطمأنينة والاطمئنان يعني في حياتنا وكل حاجة حلوة. هنا حطيت أكل العصافير، وطبعا فطرت ولادي وخدت لي كوباية زبادي وحطيت معلقة عسل وفطرت الحمد لله. وناخد الطاقة الإيجابية. اوعي تفتحي موبايلك على الصبح ولا تاخدي أي طاقة سلبية خالص. استمتعي كده بيومك وباليوم الجميل كده مع زقزقة العصافير أو اللي هي مش عارفة بتتقال إزاي، شقشقة العصافير. وطبعًا تشوفي كده طلوع الشمس وتستمتعي بكل لحظة يا بنات. اوعي تضيّعي لحظة من عمرِك حلوة، لإنِّك هتندمي بعدين. بكرة تكبري والأيام سريعة أوي، أوي. وعيشي يومِك وعيشي سِنِّك وعيشي وقتِك وما لكيش دعوة بالناس، واللي يقول يقول واللي يعيد يعيد. أهم حاجة أنتِ مرتاحة وراضية عن نفسِك، ده بالدنيا كلها. عملت الغدا كشري أحمر وبيض وأكّلت الولاد. أهم حاجة تعملي اليوم بتاعِك ده. أنا واخدة إجازة، ما عملتش غير الأساسيات.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزين النهارده كده بصوا تدخلوا على 2000 يعني صلاة على النبي. بصوا انتوا بقى ونصيبكم. انا خلصت 1500 تسبيحة و1500 استغفار و1500 الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة الإبراهيمية يا بنات السحر والاستغفار ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتاج الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رحت جاي كده في الغرفة ماسكة السبحة الإلكترونية وبسبح في إيدي، وبعد كده طبعا زي ما انتم شايفين بقى نفرش بقى السجادة بتاعتنا ونصلي بقى كده يا بنات. عايزة أقول لكم صلاة العصر برضو بقى سحرها حلو قوي، سحر صلاة العصر رهيب رهيب. طبعا بعد ما صليت العصر جبت كده بادي سبلاش بقى بتاعي وقعدت كده بقى خلوة مع نفسي. طبعا أنا خلصت اليوم بتاعي، يومي بيخلص لما الغدا بيخلص، طبعا طبيخ وغسيل وكل الولاد وخلاص كل واحد قعد بقى خلاص معاش في طلبات. نفضل يوم طويل قدامك بقى. بصي نامي وارتاحي شوية وقومي صلي وبصي اعبدي ربنا في يوم، ابعتيه هدية لسيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا كتير قوي قوي يا بنات في الكومنتات، وعايزة أعرف انتوا صلاتوا قد ايه، وهتبعتوا الهدية للرسول بمناسبة المولد النبوي الشريف، هتبعتوا له هدايا قد ايه في الصلاة عليه. فاكتبوا لي بقى، وهل انت متعودة كام يعني بتعدي كام صلاة على النبي كام مرة في اليوم بتاعك؟ فشاركينا الرأي عشان تشجعي غيرك. طبعا الحاجات دي كانت جاية لي من السعودية من حبيبة قلبي مها مصرية. بصوا يعني بجد راحت هناك السعودية تعمل عمرة، وعملت عمرة لأمي مرتين، وهي اللي جايبة لي السبحة واللي جايبة لي السواك ده لسه ما استخدمتوش، المسواك قصدي، وجايبة لي بص بتاع الحجر الأسود ده، وجايبة لي المسك، وجايبة لي حاجات كتير قوي. وهي جاية من العمرة عملت لأمي عمرتين، اللي هي ربنا يكبر بخاطرك في ولادك يا رب يا مها وتشوفهم أحسن الناس. وحابة تجيب لي السبحة والسجادة والمصحف وكل حاجة كل حاجة بجد تخص العبادة من ربنا مها جابتها لي، ويا رب يجعله في ميزان حسناتك يا مها كل حاجة بستخدمها. وعايزة أقول لكم أنا مش عندي برضك الحاجات دي، أنا عندي حاجات كتير الحمد لله. دول اللي فيه منهم كان جاي لي برضك من صديقتي حبيبتي هدى من الكويت، وفي منهم كان جاي لي من مها حبيبتي الله يصلحها لهم يا رب. وعايزة أقول لكم بجد أنا بحب أوي الحاجات دي أوي. وعندي طبعا سبحة هنا لونها أبيض، دي أنا كنت شارياها لنفسي، عايزة أقول لكم بحبها برضو لأن عليها اسم الله واسم سيدنا محمد، فأنا بصراحة بحبها. شوفوا هي من على القرب عاملة ازاي. فأنا بعمل كل مرة سبحة لحد شكل عشان ياخد ايه حسنات. طبعا أنا إن شاء الله بإذن الله ربنا كرمني وعملت عمرة هجيب كل الهدايا وأنا راجعة، سبح وسجاد ومصاحف وحاجات من دي، يعني إن شاء الله إن شاء الله مش بعيد عن ربنا. عايزة أقول لكم هنا بقى شوية حاجات كانت من زمان عندي، فكانت محطوطة في العلبة دي، ففي حاجات بقى هستغنى عنها وهرميها، وحاجات ايه اللي هي الغالية عندي بحطها في العلبة دي. عايزة اقول لكم العلبة دي اصلا كان فيها نوع حلو كانت هدى جايباه لي يعني وكده، بس انا لما فضت قمت رايحة عاملاه ايه لانها صفيح، فقمت عاملاه الاكسسوارات الحلوة دي. طبعا انا بقى اليوم بتاعي لما بيخلص غدا والولد قاعدين كده خلاص اقعد بقى في اوضتي بقى كده اقول لهم بصوا بعد اذنكم سيبوني بقى لوحدي كده. فانا النهارده عايزه افضي نفسي واعمل هديه ان انا بعتها للرسول، وعايزاكم انتوا كمان تشاركوني اللحظه وتقولوا رايكم في الكومنتات. هنا بقى رايحه جايه كده في غرفتي، بس انا ببقى ايه لابسه بنطلوني وقاعده بلبس البيت فعادي بالنسبه لي، بس عشان التصوير لابسه معاكم الاسدال فعشان كده الاسدال طويل. اللي هيقول لي يا منى روحي قصري الاسدال عشان يكون على مقاس على قدك يعني وكده، لا انا ما بلبسش شراب وقت الصلاه، فعشان كده الاسدال بحبه يكون طويل عشان رجلي ما تبانش وقت الصلاه، تمام. لكن ما ينفعش اسدال ان انا اقصه بس كده. لكن أنا في الحقيقة بامشي بقى براحتي كده بقى طبعًا ومن غير إسدال وكده يعني خلاص. فلكن وقت القرآن لازمًا أكون محترمة برضُك القرآن برضُك ولابسة كويس وكل حاجة. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عايزة أقول لكم يا بنات بجد، بجد والله العظيم الصلاة على الرسول سحر، سحر رهيب. ربنا بيفتح لِك الأبواب المقفولة، ويا رب ييجي لنا الرسول في المنام كده ونشوفه. زي ما قُلت لكم قبل كده الشيطان ما بيتهيأش عمره في حياته ما يتهيأ على هيئة الرسول أبدًا، استغفر الله العظيم. يعني لمّا بتشوفي الرسول في المنام كإنِّك فعلًا شُفتيه، لإن الرسول بييجي لِك بشكله الحقيقي. طبعًا أنا بُصّوا
خلّصت كل الحاجة بتاعتي، وبُصّوا قعدت كده مع نفسي وخدت ولادي وعملنا حفلة كده اللي هو إيه، جِبنا بقى المصحف وجِبنا بقى إيه، السِبَح وقعدنا كده أنا وهُم، ربنا يهديهم يا رب ويشوفهم أحسن الناس، وهنا بقى كنا قاعدين بقى نتكلّم وهُم وولادي حواليّا، المهم إن أنا ريّحت قلبي وعملت يوم إجازة لنفسي، خلّصت كل حاجتي بدري، بدري وقعدت وخدت إجازة من البيت كُلّه والشغل، وقعدت أصلّي على النبي كتير وقعدت أستغفر كتير، وطبعا ده كان يوم إن أنا أشجّعكم فيه في حُب رسول الله إن إحنا نعمل يوم خلوة كده مع نَفْسِك، اعملي خلوة لنَفْسِك كده أو مع ولادِك، صلّي على النبي كتير، صدقيني هتطلعي من الخلوة بتاعتِك دي وأنتِ مرتاحة نفسيًا، وأنتِ باعتة للرسول، لإن الرسول الملايكة هتقول له إن في حد بيصلّي عليك كتير، فالرسول هيتبسط منِّك وهيحبِّك وربنا هيحبِّك واسمِك هيتقال في السما، فربنا يا رب يجعلنا من الناس اللي زي الحلوة دي، وأشوفكم على